واعترفوا أيضا بأن الحل والعلاج يكمن في تربية الإنسان على القيم الروحية وعلى القيم المعنوية وتقوية الرادع الديني لكي يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض. ولا بد هكذا اعترفوا أن يعززوا الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوية الرادع الأخلاقي في النفوس. طيب إذا كان هذا اعترافهم، فلماذا لم يخصصوا يوما عالميا لهذا الأمر الأخلاقي أسوة ببقية القضايا على الأقل؟ ما دام اعترفوا أن هذه القضية أهم من تلك القضايا، فإذا أسوة ببقية القضايا لابد من تخصيص يوم لها تذكير المجتمع البشري جميعا بهذه القيم الأخلاقية وتعريف الناس بها وإطلاعهم على ما تفعله هذه الجرعات الروحية من تأثير فاعل في القضاء على الأسباب الحقيقية الكامنة في النفس الإنسانية والتي تدفعه إلى الوقوع في تلك الرذائل، ومن ثم تعجز كل الوسائل عن معالجتها. فإذا لابد للطبيب الحاذق للمعالج الخبير أن يعالج الأسباب ويعالج أصل المشكلة التي تنبع منه هذه المشاكل، وهي اتباع الشهوات والانسياق وراء الغرائز من دون تهذيب وسيطرة وتقنين وضبط. هذا هو الأصل في كل المشاكل. فالاكتفاء بمعالجة الأعراض الظاهرية للمرض من دون الوصول إلى أصل المرض ومعالجته هذا عمل غير مجدي، ولذلك اعترفوا هم بعدم جدوى كل ما قدموه لمكافحة الأيدز والقضاء عليه. وقد حث قادة الإسلام المعصومون سلام الله عليهم على أن يحاسب الإنسان نفسه كل ليلة، حتى ورد في بعض أحاديث المعصومين عليهم السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل ليلة. ولو التزم الناس بهذا لتمكنوا من تقليل ظلمهم وانحرافهم كثيرا. وعلى أي حال، فلما لم يلتزموا بذلك أي المحاسبة في كل ليلة، فلنجعل المراجعة والتقييم ومحاسبة الذات في السنة مرة على الأقل، أي بجعل يوم عالمي للتوبة، يوم عالمي للعودة إلى الله تعالى، يوم عالمي لمحاسبة النفس. أي نفس؟ لا نقصد بالنفس النفس الشخصية يعني كل شخص يحاسب نفسه، لا، النفس أي نفس، المؤسسة نفس، والكيان نفس، والجهة نفس. فالمؤسسة تراجع نفسها وتحاسب نفسها، والجهة تراجع نفسها وتحاسب. فليس منا من لم يحاسب نفسه. النفس مطلقا تشمل كل نفس، النفس الشخصية ونفس الكيان ونفس الجهة ونفس المؤسسة. فالجميع مطالبون إذن بهذه المحاسبة وبهذه المراجعة وبهذا التقييم لأجل التأكد من صحة المسيرة ومن اتجاه الصحيح نحو الهدف. وليكن ذلك اليوم الذي نجعله يوما عالميا للتوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى هو يوم عرفة 9 من ذي الحجة، فهو اليوم الذي تحتشد فيه ملايين الناس على صعيد واحد من مختلف بلدان العالم، لا فرق فيهم بين رئيس ومرؤوس أو غني وفقير أو أسود أو أبيض أو شرقي أو غربي، فالكل سواسية متجهون إلى ربهم الواحد، يتضرعون ويجأرون إليه بشتى الألسنة وصنوف اللغات، معلنين أمامه تبارك وتعالى التوبة وطالبين منه الصفح عما مضى، وأن يفتح لهم صحيفة بيضاء جديدة ويعينهم على ملئها بأعمال الخير والإحسان.